ايه الاخبار؟ معاكم كرولو ساني في قناة من تحت الكبوت. هقولك على ايه العدة اللي بستخدمها في عربيتي او باخدها معايا في طرق السفر. معانا الزرادية وقطر والافوميتر عشان لو في حاجة كهربا باظت، مبينة زيادة عشان لو المبينة اللي معايا باظت، وطبعا حساس ايدل وحساس كرام. باخد طقم ولسات صغير وحساس ماب زيادة وزرادية طويلة وقصافة. القصافة بتحتاجها في الاماكن الضيقة شوية بزود عليها. وطبعا مش هننسى مفتاح الصالونسيه وشاكوش صغير. وبتاعة التيل دي اختياري. هتحتاج طقم علنكي نجمة وطقم علنكي عادة، دراع تطويل وشوية مفاتيح صغيرة والكلابة عشان الإفزان بتاعة المية. هنزود شوية مفاتيح تاني وطقم أسلحة قطر. وده يا سيدي أهم مفتاح عندي، 13-14 عشان البطارية. شيل بيه قطش البطارية أو لو في حصل أي حاجة لا قدر الله دايما بخليه في درج التابلو. دلوقتي بقيت الحاجة بقى، دراع تطويل وكشاف طوارئ وشوية مفاتيح تاني. هنزود بعد كده طقم اللقم. برضو في حاجات لازم تجيب منها طويل وقصير، زي ال32 طويل وقصير والعشرة. هكتب لك على اللقم الطويلة والقصيرة في الوصف. طبعا قلب ترمبة بنزين زيادة تكون جاهزة على التركيب على طول، ولتر ونص مية يا مركزة يا مقطرة، حاجة من الاتنين. وطبعا لازم ناخد معانا زيت فتيس اللي هو زيت الباور، وبينفع في الاتنين. هنزود شوية ريليهات وحساس أكسجين، ده اختياري في المشاوير الطويلة قوي باخده. وطبعا المنظف بتاع الأبواب. زي ما انتوا شايفين باخد جيركن 5 لتر زيت موتور والكوريك ومنفخ الهواء. لازم أن يكون معاك في عربيتك منفخ هواء. وبس على كده، مع السلامة.